ما اعرف هذا الفيديو راح ينحذف او يبقى لان المساله جدا حساسه. حاول تسوي تعليق او نشر او اي شيء، انت بعد رتبها بعلاقاتك. المهم خلي اجيب شاي واجي. تعال خل اسولف لك اوروبا شلون بيها ديمقراطيه وحريه تعبير. على عنادك انت ما عندك ايش حريه تعبير. هذا مراسل ايطالي اسمه جابرييلي، وهاي المتحدثه باسم المفوضيه الاوروبيه اسمها باولا بينو. فقاعدين سؤال وجواب والامور طيبه لان تعرفون حريه وديمقراطيه. فسالها سؤال بريء، قال يابا انتم تقولون روسيا لازم تعيد اعمار اوكرانيا لانه هي اللي دمرتها، فهل اسرائيل لازم هي هم تعيد اعمار غزه لان هي اللي دمرتها؟ سؤال بريء وبديهي جدا على اعتبار ان المعايير من الثوابت ما تتغير. فقالت له شوف حبي يشهد الله علي وانت ما محلفني وداعت جهالي ان سؤالك هذا خوش سؤال، بس انا ما راح اجاوب. وبعد اسبوعين شنو صار؟ لا يا جاوبت على سؤال، الولد انطرد من شغله يا معود بسبب سؤال. وقف وين الحريه والديمقراطيه؟ وين؟ هاي قاعد تلطم بالزاويه هاي. ما ادري اذا مبينه وياكم لو لا، بس هي طيعمة عيني هاي الحريه والديمقراطيه قاعدين يلطمون. شوف كم مره نقول يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم، ما تسمعون الحكي. هاي سوالف ما يسولفوا لك هذول المبطاحين والمتمسحين بالاوروبيين. يطلع لك الله شوف الاشجار شوف الانسانيه عندهم، انتم بحياتكم ما تصيرون هيك. عود هو شنو يخاطب المقابل بانتم، يعني عود هو منهم وكذا. المهم بشرفك شفت ايش قد اوروبا بها حريه وديمقراطيه. اوروبا بها حريه الى الحد اللي يخليني انا صار لي تقريبا 20 سنه باوروبا اكو امور ما اقدر احكي بيها. تخيل الحريه، ويطلع لي واحد صار له يومين باوروبا ويصيح حريه حريه. لك بابا انت بعدك الحيمي، يا هل جنحانك قصار طير ان كان تقدر، بالك تهوى وتطيح ريش انت بوسط ريح. وسلامتكم.